فيفا يلزم النصر بدفع متأخرات حمد الله. ألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا نادي النصر السعودي بدفع 3.2 مليون يورو للاعب السابق عبد الرزاق حمد الله. تمثل مستحقات المتأخرة بعد إلغاء عقد الأخير العام الماضي. وألغى النصر عقد مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله شهر نوفمبر من العام الماضي لأسباب وصفها النادي العاصمي بالقانونية والمشروعة. وطلب فيفا من النصر سداد المبلغ الذي يمثل مستحقات اللاعب المغربي المتأخرة، بما فيها الحسم من المرتب خلال فترة توقف النشاط الرياضي إثر الأزمة والمستجدة مطلع 2020، بالإضافة إلى المكافآت المتأخرة والحوافز التي تضمن عقد اللاعب مع النادي الأصفر. ولعب عبد الرزاق حمد الله مع النصر بين عامي 2018 و2021، وحقق مع الفريق بطولتي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وكأس السوبر. وسبق أن أوقفت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم عبد الرزاق حمد الله في فترة الصيف لمدة 4 أشهر، ومنع اتحاد جدة من التعاقدات لفترة واحدة قبل أن يتم تعليق العقوبة في سبتمبر الماضي. كما ألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا نادي النصر السعودي بدفع 3.2 مليون يورو للاعبه السابق عبد الرزاق حمد الله. تمثل مستحقات المتأخرة بعد إلغاء عقد الأخير العام الماضي. وألغى النصر عقد مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله شهر نوفمبر من العام الماضي لأسباب وصفها النادي العاصمي بالقانونية والمشروعة. وطلب فيفا من النصر سداد مبلغ الذي يمثل مستحقات اللاعب المغربي المتأخرة، بما فيها الحسم في المرتب خلال توقف النشاط الرياضي.